أخبار خفيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. آه خبرنا النهاردة عن المذيعة ياسمين عز. طبعا كلنا عارفين المذيعة دي كويس. المذيعة دي الفترة اللي فاتت كانت بتثير الجدل كتير آه حوالين كلام هي بتقوله وتصريحات غريبة لأفكار غريبة برضو يعني علينا شوية. ياسمين عز دي مذيعة في برنامج بتعمله على صدى البلد اسمه كلام الناس. طبعا أكيد كلنا عارفينها وبنسمع عنها كتير. ايه بقى عن ياسمين النهاردة؟ ياسمين كل يوم طبعا انتوا عارفين الخط اللي ياسمين مشيت فيه الفترة دي. ياسمين شافت مثلا ان كل الخطوط ماشية مع المرأة قوي ضد الرجل. فزي مثلا رضوى الشربيني، هي بقى حبت تغير المسار بتاعها وتدعم الرجل. يعني هي بقى عايزه دلوقتي تغير الخط وتبقى هي حد مختلف وانا مع الرجل على طول الخط. ففعلا ده اللي حصل. ياسمين عزت كل تصريحاتها عن طبعا مستفزه قوي لدرجه يعني انت خليكي مع الرجل مش مع الرجل بقى على طول الخط، خليكي مع الحق. زي ما في ستات وحشه في رجاله وحشه، وزي ما في كده في العكس. فانتي خليكي مع الحق او خليكي منصفه شويه، لكن ان انتي تبقى مع الراجل على طول الخط. وبعدين تصريحاتها يا جماعه كانت مستفزه قوي قوي. يعني حاجات كتيره قوي قوي بتقعد تقولها المفروض الست تعمل مش عارفه ايه مع جوزها، وتراضيه ازاي، ومش عارفه تغسلي له ايه، وتمسكيه ازاي، وتعمليه ازاي، ومش عارفه ايه، ولو زعلان تعملي ايه. حاجات كده غريبه ومستفزه قوي قوي الفتره اللي فاتت. لكن كلكم ادعمي الراجل براحتك، اقفي مع الراجل براحتك. احنا بص يا جماعه، هي ياسمين عز دي غالبا هي مذيعه بس بتدور على الترند. هي بتدور على الترند اللي انا ده تفسيري. هي مش مذيعه من اجل ان هي تقول معلومه مهمه، ولا ان هي عندها هدف اساسا في برنامجها، لا. هي كل يوم بتقول تصريح مستفز لناس كتيره مش لبعض الناس. ولكن ده رأيي الشخصي، ان هي فعلا بتبحث عن الترند وهي عايزه تبقى ترند طول الوقت وخلاص. اي تصريحات بقى، يعني اي تصريحات تستفز الناس هي ممكن تقولها عن الرجل. خلاص. طيب ياسمين بقى الفتره دي يعني تحس ان هي بتستضيف الضيوف بتوعها، وخصوصا لو كان رجل، وبتقعد بقى تتغزل فيه بقى وتتكلم. مش بتتكلم مثلا عن زي مثلا لعيبه الكوره هي مسكتهم فتره. ما بتتكلمش بقى مثلا عن الكوره، عن الاداء بتاعهم في الماتش، عن مثلا خطتهم في اللعب. لا 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 يا جماعه، عن حياتهم حتى الاسريه، حياتهم الاجتماعيه. لا، دي بتدخل تتغزل بقى طول الرجل، عرض الرجل، وسامة الرجل. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ احنا فين هنا؟ المفروض في مذيعه محترمه في برنامج محترم. المفروض ان انت تحترمي الجمهور اللي بيشوفك. يعني ايه تطلع طول الحلقه تتغزل في لاعب؟ انا مش فاهمه يعني ايه وجه الاستفاده من اللي انت بتعمليه ده يا استاذه ياسمين. الحلقه بتاعت ابو جبل طبعا كلنا عارفين ما شاء الله هي ادمها كان خير على الراجل. انتوا عارفين طبعا كلنا ابو جبل ده كان حارس مرمى الزمالك، كان يعني خلاص. وطبعا لعب في المنتخب وبتاع. المهم طبعا الراجل كان ليه صدى جامد في الكوره. دخل معاها حلقه واحده، قعد بقى طبعا كلنا اكيد شفناها الحلقه مش هندخل فيها. آه، عايزه اقول لكم بعدها ما لعبش كوره تاني. يعني وشها كان وش الخير على الراجل يعني. كان برضو طول الحلقه بتتغزل وبتاع، وطريقتها مش لطيفه خالص. امبارح بقى طلعت علينا بحلقه بتتكلم عن اللاعب المغربي طبعا، وعن الفريق بتاع المغاربه. وطبعا مش عايزه اقول لكم على إيه، ما بتتكلمش عن اداء الكوره ولا عن لعبهم الكويس ولا عن الحاجات دي، لا. طالعه بتتكلم عن الوسامه والقوه ومش عارف ايه، وخصت بالموضوع ده لاعب معين بعينه اسمه ياسين بونو. قاعده بتقول لك ده اهم حاجه، شوف وسامته ايه، شوف المعجبين بتوعه ايه، شوف عضلاته ازاي. فطبعا يعني ده اساء غضب ناس كتير قوي. وفي ايه يا جماعه؟ يعني انت طالعه اسامي ده ايه يعني؟ ده مش منطقي خالص. مش عايزه اقول لفظ مش كويس يعني يعني في
في تسجيلي او في الفيديو بتاعي. انت بتتكلمي في ايه؟ يعني انت طالعه تتكلمي في ايه؟ انت تتغزلي في اللاعب وعماله تقولي عضلاته ووسامته وقد ايه هو ليه جمهور كبير وليه معجبين ومليارات المعجبات ومش عارفه ايه. طريقه يا جماعه مستفزه بشكل مش لائق خالص. انت تتكلمي باحترام شويه. انت المفروض ان انت مذيعه مصريه محترمه. كلهم لين يعني ليهم كل التقدير والاحترام، اللاعيبه المغاربه كلهم. لكن حضرتك ما طلعتيش اتكلمتي عن الكوره والاداء والكلام من ده. لا 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 لا، دي طالعه بتتغزلي في اللاعب. ايه يا جماعه، ده احنا فين ووصلنا لحد فين؟ بعدها بشويه تقول لك برضو في نفس الحلقه رساله اللي هو كريستيانو رونالدو. انا عارفه ان انت بتتابع البرنامج بتاعي. يا سلام، يعني هو ساب كل حاجه ويتابع برنامج ياسمين عز. طيب ولنفرض انا بقى ببعت لك رساله. أرجوك لو سمحت ممكن تتجوز هو بيحب بنت اسمها جورجينا. ممكن تتجوز الفتاة حبيبتك جورجينا. أرجوك لو سمحت. ايه يا ستي الطريقة دي؟ حضرتك هتشتغلي خطبة؟ انتي طالعة برنامج ده ايه هدفه؟ انا نفسي افهم ايه الهدف اللي هي بتعمله ده. ايه الطريقة دي؟ ايه الإساءة دي؟ انتي أسأتي للمذيعات كلهم. انتي مش محترمة. ده مش احترام. معلش، يعني ايه الرسالة للكريستيانو تقولوا له ارجوك حضرتك اتجوز جورجينا وبالله عليك؟ وبعدين طريقة حتى يا جماعة كلامها مستفزة. يعني وايه بقى بيتفرج على ايه ده؟ ايه الطريقة دي؟ انا بجد يعني مستاءة بطريقة. ايه ده يا جماعة؟ احنا وصلنا كده ازاي يعني؟ وازاي سايبين البرنامج بتاعها كده؟ وازاي مفيش انتقاد ليها؟ طلع برضو خبر ان هي الحمد لله قلنا البرنامج توقف اصلا اللي ملوش اي 30 لازمه ده. لكن للاسف كدبوا الخبر. اللي كدبت الخبر المذيعه على صدى البلد برضو. وبرضه حتى قعدت تقول عاري ومش عاري من الصحة. وخبر مش عارفة ايه هو. المهم ان هو خبر ايقاف ياسمين عز دي وبرنامجها اتضح ان هو مش يعني مش حقيقي طلع كذب. وكنا نتمنى بصراحة، يعني نتمنى انه كان يبقى حقيقي. لان بصراحة انتي مستفزة يا ياسمين، وبرنامجك مستفز، تصريحاتك كلها مستفزة. يعني انا مش عارفة. يا ستي اطلعي اتكلمي في اي حاجة مفيدة تخص البلد. بدل ما انتي طالعة تقولي اغسلي رجلين جوزك، امشي، امسحي جزمة جوزك، كلي جزمة جوزك. ايه التصريحات دي؟ ايه التصريحات دي؟ انت في عصر ايه؟ انت عايزه تطلعي ترند وخلاص. انت كده عايزه تطلعي ترند وخلاص باي تصريحات هبله. وانت ست هبله اصلا. يعني مش عارفه انا والله العظيم في ايه. وانت كده بقى تبقي مختلفه. يعني انت لما تيجي بقى مع الراجل بالشكل بالخط على طول الخط كده بالطريقه دي وتهيني من كرامه الست وتنزلي بكرامه الست. الست المفروض ليها احترامها وتقديرها. اه صحيح تحترم جوزها ونحترم ازواجنا كلنا على عيننا وعلى راسنا. لكن مش بالطريقه اللي هي بتقولها بيها الاستاذه ياسمين. دي مش طريقه خالص محترمه، ولا طريقه تعمر البيوت زي ما هي عايزه. مش هو ده اللي هيبقى فيه استقرار في الحياه الزوجيه باللي انت بتعمليه ده. ولا الست لو عملت كده هتبقى ازاي يعني؟ فهي دي ارائها ودي تصريحاتها. وهي في الاول وفي الاخر يا جماعه زي ما قلت لكم والله العظيم هي عايزه تركب الترند وخلاص باي اخبار وخلاص. يا ست اطلعي اتكلمي عن اخبار البلد، عن الدولار اللي عمال يرفع، عن الجنيه اللي اتعدم، عن اي حاجه تانية. يعني الجنيه مثلا خلاص بينهار قدام الدولار. يعني قدام الدولار. فانتي اتكلمي في اي حاجه تخص البلد. اتكلمي في الاسعار وغلا الاسعار. اتكلمي عن يعني اقول لك ايه تصريحات الاستاذ عمرو اديب في البرنامج بتاعه عن اسعار حتى الفول والطعميه لما اسعارها هترفع ورفعت وبقت في السماء. حتى اكل الناس الغلابه. اتكلمي في اي حاجه تخص كده. يعني قولي خبر مفيد في الحلقه بتاعتك. مش كل اخبارك كلها كده وكل تصريحاتك تافهه وهايفه وكلها بداتي تتغزلي. وايه ده؟ ايه طريقتك في الالقاء دي؟ آم، كنت اتمنى ان ما يبقاش حلقه يعني الفيديو بتاعي كله عنك، ولكن انت استفزتيني بجد. فلله الامر من قبل ومن بعد. وربنا يهديكي. ربنا يهديكي في الاول وفي الاخر ويخلصنا من الناس اللي يعني انا مش عارفه اللي ملهاش هدف في الحياه واللي مش عايشه معانا على الارض اصلا. تحس ان هي جايه من كوكب تاني. وعايزه اشوفك بقى لما تتجوزي كده ان شاء الله وتبقي عايشه مع جوزك. ولا لو كنتي متجوزه عايزه اشوفك عايشه ازاي في بيتك. انا نفسي اتمنى والله. فدي حلقتنا النهارده.
عن برنامج الأستاذة ياسمين وتصريحاتها الغريبة العجيبة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو اعملوا لايك واشتراك وتعليق ظريف منكم عن الموضوع ده، وازاي فعلا يعني ترد عليها الإنسانة دي. السلام عليكم ورحمة الله.